حضرتك العربيه دي بقى لها 35 سنه بتتركب، دي اتركبت اكتر من مايا خليفه. مايا خليفه اللي بتتكلم عليها دي اشرف مني ومنك. محمود حودة ما تعيطش يا حبيبي. في واحد صاحبي زيي من الطبقه المتوسطه اتجنن في مخه، اتجنن كده في عقله كده، وقرر ان هو عايز يطلع ليفل بمستوى المعيشه بتاعه، وحب ان هو يغير الشقه بتاعته، عايز يسكن في مكان احسن. صاحبي ده ساكن في الدور الاخير في عماره، وانا رايح ازوره انا بحس ان انا في اسيد تريب، انا بالع بلايه وعامل دماغ بنته وطالع ازوره. يعني مثلا الدور الاول في عجل مرمي وزباله وربابيكيا وحاجات غريبه، الدور الثاني في عيال صغيره بتلعب، وفي عيال بتلعب عريس وعروسه في اخر الطرقه، الدور الثالث في حيوانات الحظيره، شقق فراخ على شويه بط، الدور الرابع في شقه بجد، الدور الخامس يعني الشقه اللي قصاده في واحده قاعده بالجلابيه طول اليوم فاتحه الباب الشقه، كان الباب ده ما بيتقفلش، كان الباب ده فيه حاجه مثلا. فهو خلاص هو زهق من العماره دي، وهو ما بقاش عارف يعزم ناس صحابه حتى عنده في الشغل، وبعدين هو كمان عشان قصير فساكن في الدور الخامس، فالسلمه بتاخد منه وقت ومجهود كبير قوي. المهم جالي فتح الموضوع معايا وقال لي والله انا عايز اغير الشقه وبتاع، وحكى لي على الموضوع كله. فقلت له بصراحه انت عندك حق، انت معاك كام يالا؟ قال لي انا والله بفكر ابيع الشقه دي وهبيع برضه عربيتي ومعايا تحويشه العمر كده، ويعني قلت له بس خلاص انا عرفت مين اللي هيحل لك الموضوع ده. عايز فين؟ قصدي انا عايز شقه فين؟ عايز في زايد، في ماونتن فيو، قول يلا ما تتكسفش. انا هكلم لك احمد اخويا، هو شغال في ريل استيت والمنفعه تبقى عامه. كلمت احمد اخويا اول مره ما ردش عليا، قعدت ازن عليه، اتصلت كتير، رد قال لي يا محمود في ايه؟ معايا تليفون شغل. قلت له ولا اقفل يلا، انا جايب لك الشغل اللي بجد. قلت له في واحد صاحبنا عايز شقه كده في محيط زايد اكتوبر، بس تبقى في كومباوند، عشان هو عايز يعمل ابجريد، وكمان يبقى الاستلام فوري، ما تقوليش بقى حاجه استلام بعد شهرين ثلاثه بتاع، لا هو الوقت برضه كمان هيبيع عربيته، فهو ما عندوش حتى مكان يقعد فيه هو ومراته وعياله. قال لي ماشي حلو قوي، معاه كام؟ فقلت له استنى معاك كام يوم؟ قال لي والله انا بعد ما ابيع الحاجه اللي انا قلت لك عليها دي هيبقى مثلا معايا حوالي مليون 700، وممكن اخد قرض ب 300,000، ممكن يبقى معايا 2 مليون. قلت له اوف ما شاء الله يلا الله اكبر. يبقى بقول لك يا احمد معاه 2 مليون، فعايزين حاجه بجنينه بقى. احمد سكت كده وقال لي يا اسطى انت عبيط، يعني انت مخليني اقفل التليفون مع واحد بيتكلم معايا في فيلا في الساحل ب 10 مليون علشان واحد لو بادجت؟ قلت له بس ولا الواد معايا انا فاتح السبيكر ينفع كده يسمعك وانت بتقول عليه بادجت كده ينفع؟ وبعدين ما تبقاش طماع يا اخي، يعني انا بقول لك في واحد هو معاه 2 مليون والراجل انت بتكلمه معاه بيكلمك في فيلا ب 10 مليون جنيه، ف 12 مليون جنيه يعني ايه المشكله؟ قال لي ايه جنيه؟ انت متخلف يا اسطى، جنيه يا جربوع انت، الراجل بيتكلم معاه في 10 مليون دولار، وبعدين 2 مليون دي مش حاجه، يعني مفيش حاجه بالاسعار اللي انت بتقول عليها دي، 2 مليون دول مش فلوس اصلا. قلت له انا اسود، 2 مليون جنيه مش فلوس؟ 2 مليون دول يعني في 2 بعتوا رسالتين لدريم حلم او غاف على الارقام التاليه وكسبوا، والاستاذ مصطفى الاغا اتصل بيهم وقال لهم مبروك عليك مليون جنيه. وانت بتقول لي دي مش فلوس؟ قلت له طب يعني هم دول طب ما يجيبوش اي حاجه في يعني في عماره مثلا في عماير الاهالي كده او اي حاجه من الحاجات النظيفه دي؟ قال له ولا حتى يجيبوا له في عماره يعقوبيان، يعني مش هيعرف حتى. احنا في زمن النفخ. اوبا شفت الواد طلع طلعه. الواد صاحبي يا عيني اتصدم من الارقام ومن الاسعار، مبقاش عارف يعمل ايه، بس خلاص هو تقبل مصيره وبقى بيحاول يتعايش مع الموضوع، اصل هيعمل ايه؟ فعمل شويه افورت كده في العماره، يعني منع تماما من العماره، منعه خالص. اي حد عايز يعمل علاقه في العماره لازم يكلمه هو الاول، يقدم طلب يوافق له عليه وياخد ويروح يعمل القصه دي. منع دخول الحيوانات الحظيره تماما. وعمل بوابه كده بكارت وبتاع، وخلاص هو بقى يحاول ان هو يستمتع بالاغتصاب ما يرفصش. الموضوع ده خلاني افكر في الحاجات اللي بقت اسعارها غير منطقيه دلوقتي. يعني انا من حوالي 3 سنين كده انا برضو قررت واتجننت كده في عقلي وفي مخي، وقررت ان انا كنت عايز اشتري عربيه. انا كان معايا كام؟ انا كان معايا 30,000 جنيه. انا قمت مضبل السعر ده وقلت خلاص هو انا هدور على حاجات ب 60,000 جنيه، ويعني هو ربك هيسهلها ان شاء الله. فانا كنت بدور في الحاجات اللي هي النظيفه، الحاجات اللي مش هتطلع. دخلت على الاوليكس او الدوبيزل شاري بايع، دوبيزل شاري بايع، خلاص يا ويكا عرفنا. فكنت بدور في الحاجات اللي هي ادميه، اللي هو باور، تكييف، حاجات اللي هي في بدايات الالفينات اللي هو فيها بونتو، وحطيت اللي هو السعر بتاع 60,000 جنيه ده في المفضل. نمت صحيت قال لك في حادثه غرق بنت في الاقتصاد العالمي، الجنيه بتاعنا طلع ما بيعرفش يعوم. طب ايه اللي نزله؟ ما تعرفش. يا عبد البحر يا عبد البحر
دخلت اشوف بقى المفضله الفيفوريت بتاعتي اللي انا كنت حاطط فيها سعر 60000 ده. فبعد ما انا كنت بتخيل نفسي قاعد في عربيه في التكييف وبتاع وبعمل ستوريز بقى من العربيه بتكلم عن موضوع جدا ومنزله ريل، لقيت نفسي قاعد في عربيه 128، عربيه عطلانه حران فشخ مزقه ومسلخ، والناس قاعده ماشيه جنبي على كوبري اكتوبر عماله بتسب، وكل ده ب 60000 جنيه اللي هم اساسا مش معايا. يعني هي الناس دلوقتي بتسعر الحاجه او بتحسب الحاجه بانهي قيمه؟ بالسنتمنتال فاليو. يعني العربيه الجولف اللي هي موديل 90 دي ازاي حضرتك عارضها ب 400000 جنيه؟ حضرتك العربيه دي بقى لها 35 سنه بتتركبت اكتر من مايا خليفه. مايا خليفه اللي بتتكلم عليها دي اشرف مني ومنك. ايوه السعر ده بناء على ايه؟ اصل العربيه دي اول عربيه جبتها في حياتي، اول عربيه شقطت فيها، اول عربيه فرشت فيها، اول عربيه فيها. العربيه دي غاليه قوي عندي، العربيه دي غاليه قوي عليا. هي مش غاليه عليك لوحدك، هي غاليه علينا كلنا، هي غاليه على كل الناس. يعني القيمه الحسيه اللي انت مقدر العربيه بيها دي ليه يا حبيبي بتحطها؟ انا مالي بكل اللي انت عملته بالعربيه، ولا دي اول عربيه انت جبتها؟ انا مالي بجد. وبعدين احنا عندنا هنا اقتناع غريب قوي في موضوع العربيات في مصر ده. يعني العربيه تبقى مجلخه ومخبطه وطالع بس هو مش راضي يرشها من بره فيقول لك فابريقه ببوهي بلدها. فين دي يا عمي؟ انا مش شايف اي بوهيه اصلا، دي العربيه جربانه بنت. الموبايلات برضو انت عشان دلوقتي تمسك موبايل زي اي مواطن درجه ثالثه في امريكا انت محتاج تبيع عضو من اعضائك، انت محتاج ان انت تكون بتتداول في العمله، وعشان تتداول في العمله انت محتاج تجيب تليفون، وعشان تجيب تليفون بص هي دايره لف بينا يا دنيا دواخينا يا هي كده. الفلل في الساحل والجونه بقت تتباع دلوقتي خلاص بالدولار مش بالجنيه. اسعار الفلل دي بقت تتحط بند في عقود لعيبه الكوره علشان يجدد معاك في النادي. ده بقى سعار مش اسعار الفلل في سيدي عبد الرحمن تجيب لك جزيره بمنافعها في الكاريبي، انت عليك مواصلاتك واحنا علينا انبساطك. جزيره كامله متكامله باشجار كوكونات بمخيتو ببنات كلهم طبعا بيكينيز وسكسي جيرلز. بسيدي عبد الرحمن نفسه يجي يعمل لك ليلتك فل حاتم بيه. شوف بقى اسعار الجزيره دي تجيب لك فيلا ثيرد رو في الساحل الشمالي، انت شايف البحر ما بين فلقتين كده. اسعار الشقق برضو بقت مش ممكن بقت في مستوى تاجر المخدرات، في مستوى تاجر السلاح، في مستوى احمد سيد زيزو. الفجوه بقت مش طبيعيه، الفجوه بقت اكبر من محسن. يعني انا طول عمري كده وانا ماشي في مواصله كده كحيان وبتاع بقعد ابص كده على العماير الفاضيه، واقعد زي اي مواطن اهبل برياله يقعد يقول ايه يعني كميه العماير الفاضيه دي، طب ما يبيعوا الشقه ب 200 ولا 300,000 جنيه والناس كلها تسكن، الشباب كلها تتجوز ومش هيبقى فيها اي ازمه والدنيا تمام. بس عشان اكد لكم ان انا مواطن اهبل عبيط برياله، ان كل ما الحاجه دي بتتساب كل ما قيمتها بتزيد. وانا مش عايز منكم بصراحه اي مبررات ليه الاسعار زايده وليه الكلام ده كله، وانا ادخل في قصص محدش فيها يستفيد ومحدش فيها هيتضر غيري انا. فيعني انا بفضفض معاكم، يعني انا مش عايز كام عيل عامل لي فيها خبير استراتيجي وخبير اقتصادي ولا بتاع يقعد يجيب لي بقى الاسباب ويقول لي مش عارف ايه وبتاع، وانا اللي هلبس في الاخر ويقول لك بيحرض الناس، وانا لا بحرض ولا نيله، انا بهزر. انا افتكروا اسم البرنامج يا جماعه، اسم البرنامج حسان، حط لي اسم البرنامج هنا اهو اسمه همي يضحك فوق اهو، همي انا. فيعني كالمي يور تيتس كده، وافتكروا برضو تاني قول اسم البرنامج، قول حط يا عم اسم البرنامج هنا يا عم اهو. انا اقدم واحد في الاماره دي. حوده باشا تعالى بس نطلع فوق لحسن تتحبس امك تموت فيها. انا اقدم واحد في الاماره دي. الموضوع ما بقاش بس مقتصر على اسعار الاصول اللي هي الاسيتس، لان دي بطبيعه الحال حاجه ليها قيمه، فطبيعي ممكن تبقى غاليه شويه. الموضوع بقى في حاجات تانية، يعني مثلا الهدوم. يعني يجي واحد صاحبك يقول لك ايه شفت اصلا القميص ده عجبه ب 500 بجد بتهزر؟ يعني حلو ولا وحش؟ والله مش عارف، انا بقيت بتفاجئ وخلاص، يعني بتفاجئ. اسعار اللبس بقى مبالغ فيها يا جدعان، فيها يا جماعه. في يعني انت تدخل زارا ب 10000 جنيه هيجيبوا لك بالظبط تيشيرت بيزك ابيض كلوت وشراب، يعني اوتفيت بتاع وخلاص. هي بقت تسعيره كل الاماكن متفقه يا جماعه، احنا السنه دي الجواكت كلها ب 6000 جنيه تمام، امين 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 خلاص. وبعدين قال لك احنا خلاص يا جماعه هنروح لللوكال براندز. ايه لوكال براندز؟ في ايه بجد والله يعني انتوا لا بتدفعوا ايجار ولا بتدفعوا مرتبات لناس تفضل تلف ورانا في الستور علينا وعشان يقولوا لنا هسحب بتساعد حضرتك في حاجه، ولا بتدفعوا فواتير لا ميه ولا كهرباء ولا اي حاجه. عاملين راسكم براس البراندات اللي في المول ليه؟ ايه اللي فرق يا جماعه؟ ايه اللي فرقكم عن بعض؟ وبعدين هو ايه اللي نو ريفاند نو اكستشينج؟ مش فاهم يعني. هو ايه هو بيبي مش هينفع ارجعه ولا استبدله؟ لبسته انا كده يعني وخلاص. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي. بابا مين يا ولا؟ بابا انت يا حبيبي.
انا مالي يا عم، انا مالي يا عم بالفوتوشوت اللي انت دافع الانفلونسرز والمودلز قد كده، وقال مصورهولي في خرابه علشان تسوي حالك ان انت طبيعي وبسيط وعلى طبيعتك وكده. انا مالي يا عم، اشيل انا ثمن الحاجه دي ليه؟ انا مالي يابا. يا جدعان كل حاجه بقت اسعارها غير منطقيه والله العظيم. انا نزلت السوبر ماركت بتاعتي بقت هم. يعني انا في مره والله صاحب السوبر ماركت طفحني اللقمه. يعني هحكي لكم، انا كنت نازل بكافئ طفلي الداخلي، الشهر ده كان شطور ما عيطش غير مرتين بس، فقلت له انا هجيب لك كل حاجه انت عايزها النهارده. دخلت جبت بقى شويه شيبسي وحاجات بقى، حاجه ساقعه وشوكولاتات وبتاع. خلاص انا هكافئه النهارده. بسال الراجل كام، قال لي 230 جنيه. كتير معاك حق، بس ده طفلي الداخلي ابني الوحيد ما اقدرش استخسر حاجه فيه، فانا هجيب له كل حاجه النهارده. فبحط ايدي في جيبي ما لقيتش فلوس، فقمت مطلع الكارت واديته له. فالراجل خد الكارت ضرب على المكنه وبص كده وقال لي والله العظيم 3 حرام، يعني شويه الحاجات التافهه دي ب 230 جنيه. الراجل طفحني اللقمه، خدت الحاجه وطلعت فوق اكل انا وطفلي الداخلي. انا الاتنين قاعدين عمالين بنعيط، عمالين بناكل سناك واحنا حاسين ان احنا بنسناك من جوه. المواصلات برضو يا جماعه، المواصلات بقت اسعارها مش منطقيه. يعني انا مش هتكلم على اوبر ولا على ان درايف ولا على الحاجات دي اللي هي خلاص انت دلوقتي بقت لو انت مقتدر بتدفع الحاجات دي. يعني لا، لو انا وفرت كل الفلوس اللي دفعتها في اوبر بس يعني بس مش عارف اعملها ازاي، كان زمان مثلا جبت وسيله مواصلات، كان زماني جبت عبد اركبه. ولع لي سجاره يلا عكرت مزاجي. معايا سجاره واحده بس اضربها قبل ما انام. لا انا بتكلم على اسعار المواصلات العاديه. يعني مثلا ميكروباص مدغدغ، سواق مبرشم، كراسي بنت محتاج يتقدم فيها محضر تحرش على اللي عملته في طول الطريق. الاجره كام يا اسطى في مشوار قد كده؟ 15 جنيه. معلش يا اسطى، يعني انا اسف مش ببص الرزق حد ولا حاجه والله، بس يعني لو المشوار الصغير بتاع حضرتك ده ب 15 جنيه في 14 راكب، وهنقول مثلا ان انت بتعمل في يوم حوالي 6 فرد مثلا، فانت كده اليوميه بتاعتك ب 1260 جنيه. مش ببص الرزق حد ولا حاجه والله. فيعني لو فتحت اي فيكنسي بعد اذنك ممكن تعمل لي ريكومنديشن، لان انا واضح ان انا ضيعت عمري في شغل ما كانش ينفع اضيع عمري فيه. يعني الصناعيه برضو، يعني مع عدم كامل احترامي للصناعيه اللي هو احنا من ساعه الغزو العثماني لمصر هم خدوا كل الصناع المهره، كل الناس اصحاب الحرف المهره والمزز ودوهم على تركيا، واحنا من ساعه الموضوع ده احنا بنعاني. الصنايعي المصري انسان في الكون، اكتر كائن فهلوي، ومين اللي كان شغال قبليه. خلاص ما بقاش حد يسعر الحاجه على اساس سعر الخدمه دي بتساوي كام، لا هو بيبص لك كده يقيم مستواك الاجتماعي عشان يشوف هو هيحاسبك على الحاجه دي بكام. يعني الراجل ده ماسك موبايل تفاحه، لابس اوفر سايز، شقته في كومباوند، وما ضحرش معاه في الاسعار لما قلت له الحاجه دي محتاجه تتغير وما قاليش صلحها. يبقى الشغلانه دي يا باشا ب 500 جنيه وخلي عنك خالص. الاستاذ ده بقى شكله تعبان، ماسك موبايل اندرويد ولبسه عادي يعني سليم فيت، يعني يبقى الشغلانه دي ب 200 جنيه وخلي عنك خالص برضه يا باشا. المشكله بقى ان الحاجه اللي سعرها بيطلع ما بينزلش تاني خلاص. حتى لو يعني احنا مثلا دلوقتي قال لك دلوقتي الدولار تراجع قدام الجنيه، هو الدولار يتراجع لكن انا لا تراجع ولا استسلام. الحاجه سعرها غلي خلاص، اقسم بالله ما هي نازله تاني. هو في ولا ايه؟ لا اسعار مواد غذائيه ولا اسعار عقارات ولا اسعار عربيات ولا اسعار موبايل. كل لو الدنيا اتطربقت على كل حاجه خلاص بقت في الارض. انا طالما الحاجه سعرها عالي على ما هي نازله، هو في ولا ايه؟ وخلاص انت ما بقاش ينفع حاجه. اصل تعمل ايه؟ هتعمل جمعيه؟ ما هتحوش، ما انت بتحوش تحويشه قد كده، بيجي بعدها بكام شهر بتلاقي حاجه جت انت والتحويش خلاص. وبعدين احنا بنعمل مع بعض كده على فكره يا جماعه، الموضوع مننا فينا، يعني احنا اللي بنبيع لبعض واحنا الموضوع ما بيننا رايح جاي، فاحنا بنستغل في بعض بقى، كلنا ايدينا في جيوب بعض، كله عايز يقلب من التاني اي حاجه، وكله عايز يستنصح على التاني، وكله عايز يعمل مصلحه على التاني. فاحنا ليه بنعمل في بعض كده؟ ليه؟ احنا هنوصل لفين؟ تاني بقول لكم تاني، انا بتكلم الكلام ده مننا في بعض، مش مننا لبعض، احنا اللي بنعمل كده في بعض. فبعد اذنكم مش عايز حد يجي يقول لي السبب في ده 1 2 3 وبتاع ويعمل لي فيها قصه كبيره. انا اصلا كنت متردد 1,000,000% عشان انزل الحلقه دي، بس قلت خلاص فاكس هنزلها علشان احنا عمالين بنستغل في بعض. بس فلو انت لسه مكمل لحد هنا والفيديو ده وصل لك وانت مش عامل سبسكرايب، اعمل سبسكرايب، بس ما تتعودش على ده لان انا مش هو ده العادي اللي انا بتكلم فيه، بتكلم عن كل حاجه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل فولو على الانستجرام وعلى التيك توك. يعني لو عندك موبايل مش فارق بقى، معاك موبايل ايفون معاك اندرويد، اعمل برضو فولو مش فارقه معايا، واكتب لنا تحت في الكومنتس حابب نتكلم عليه في الحلقات اللي جايه. كنت معاكم انا محمود النجار، وده كان هم يضحك. خلي بالكم من نفسكم، ما تستغلوش بعض يا جدعان، ما تبقوش ولاد. والسلام عليكم.